واضح انا هتكلم عن ايه. والله انا مصدعة من كتر المصادر اللي بتتكلم على الكحك. مصادر تاريخية قد كده، قد كده. طبعا كنت فردة كبيرة، ولكن جه المتحف المصري راح مأثرها علينا، فانا هأثر على حضراتكم. فخلونا نتكلم عن الكحك. طبعا بيكلمنا المتحف المصري اللي في التحرير عن الكحك، وان الكحك عادة مصرية بحتة قد توارثناها نحن المصريين من اجدادنا المصريين القدماء. وطبعا بيكلمنا ان هو كان مرتبط بعبادة الاله رع، او الشكل المدور مرتبط بعبادة الاله رع، وان المصريين برعوا في فنون الطهي وعمل الكحك وما الى ذلك من امور. وكمان ان احنا كنا برضو بننقشوا نفس الفكرة بالادوات الخشبية او المعدنية برضو. وكمان بيكلمنا ان مثلا عندنا طرق عمل الكحك برضو زي في مقبرة رخمي رع اللي في الاقصر، بتكلمنا عن عمل المخبوزات باشكال هندسية مختلفة وما الى ذلك من الامور. كمان ان احنا كنا مصر القديمة كنا بنحشي الكحك سواء كان بالعجوة او بنحليه بالعسل وما الى ذلك من الامور. كمان كان بيتقدم كقرابين في المعابد والمقاصير الجنائزية، فده الجزء الخاص بمصر القديمة. طبعا اشهر حاجة عندنا هي القطعة دي قطعة كحك متبقية موجودة في المتحف البريطاني، محفوظة. طبعا مصر القديمة كانت بتعمل نفس طريقة الكحك، اللي هو الكحك المقدوح اللي احنا بنسخن بيه السمنة ثم بنحط الدقيق وما الى ذلك من امور بنفس الطريقة اللي احنا بنعملها دلوقتي. هي نفس الطريقة المصرية القديمة. زي ما حضراتكم شايفين احنا لو زومناها في الغالب محشية حاجة، في الغالب في حاجة محشية فيها. فطبعا كنا بنحشي سواء كنا بالتمر، فواكه مجففة، في ساعات كان بيبقى النبق او حب العزيز برضو كان. وزي ما انتوا شايفين برضو النقش عليها، هم اتكلموا ان النقش ده كان بيتعمل لسهولة التطيب وان هم يبقى مستوي كله مش حتت وحتت. كمان ده بيتكلم على ان كان في نقوش كمان واخده شكل اشعه الشمس، نفس الشكل اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو بنقعد نعمله كده بالمنقاش، هي واخده كانت نفس الشكل. ففكره برضو النقش على الكحكه هو كان بنفس الطريقه. نيجي في الفترة الهيلينستية اللي هي الفترة اللي قبل ظهور المسيحية على طول في مصر، الكحك فضل مستمر بنفس الطريقة. فدي عندنا دي مناقيش للكحك في الفترة الهيلينستية اهي، القرن الرابع الأول قبل الميلاد. بنيجي بقى عند الفترة هنيجي عند الفترة القبطية، ودي فترة مهمة جدا استمر فيها عمل الكحك بنفس الطريقة، مع فقط اختلاف انها ارتبطت بالاعياد المسيحية برضو، زي سواء كان عيد القيامة او عيد الميلاد. برضو نفس الفكرة انها كانت برضو القرص برضو كانت بتتقدم في الجنايز والارفات، نفس الفكرة اللي احنا بنعملها دلوقتي ما زالت موجودة وفضلت مستمرة في الفترة القبطية. ونيجي عند فترة الإسلام في مصر. هل الكحك تبنته الدولة في عصر الدولة الفاطمية؟ لأ. وزي ما قلت قبل كده ان في فرق ما بين ان هو كان موروث شعبي وما بين كان ان الدولة تبنته، هي اللي بدأت بقى هي ذات نفسها تعمله وتوزعه على الناس. ده ظهر امتى؟ ده ظهر في عصر الدولة الطولونية، والدولة الطولونية هي من ضمن الدول المستقلة اللي ظهرت في مصر. واحنا بنتكلم على احمد ابن طولون اللي تبنى هذا الامر، وبدا ان هو يبقى فيه فلوس كتير بتتعمل للكحك عشان تتوزع على الفقراء في المناسبات والاعياد. وطبعا بيكلمنا عن ده المقريزي، وبيكلمنا عن ده برضو ابن داية اللي كان تقريبا معاصر للحدث. احنا برضو بنتكلم على ان كمان في عصر احمد بن طولون ظهر حاجه ان هم كانوا بيحطوا الدنانير او فلوس جوه الكحك وبتتوزع على الفقراء في العيد. وده كانت حاجة مهمة جدا لأنها استمرت في عصر الدولة الإخشيدية اللي عملت نفس الفكرة. بننتقل للدولة الإخشيدية اللي عملت نفس الفكرة، ولكن كان بيتكتب حاجة ظريفة جدا على الكحك، كان بتطبع عليها كلمة افطر لها، يعني خد بالك ان في حاجة جوه الكحك عشان الناس مثلا ما تبلعش الدنانير ولا حاجة او ياكلوا يحصل حاجة. فكانت الناس تاخد بالها وتبقى عارفة ان ده جواه حاجة فيتفتح فالفلوس تخرج وما الى ذلك. دي عادة فضلت برضو مستمرة.
بيكلمنا برضو عنها المقريزي. بننتقل للدولة الفاطمية اللي بقى الموضوع تفخم وكبر، وبقى في دار اسمها دار الفطرة. دي كانت بتعمل الاكل بقى، سواء كانت بقى بتجهز بقى حاجات بقى الاكل زي مثلا القطايف والكنافة كانت ميزانيتها كانت كبيرة جدا، وكانت بتتعمل الاكل وبتتوزع على الناس وما الى ذلك من الامور. فالموضوع تفخم وكبر جدا في عصر الدوله الفاطميه، وكان بيتصرف عليه كتير، ولكن الكحك كان فضل موجود زي ما هو. واحنا بنتكلم على نفس الفكره، الكحك اللي كان بيتعمل بالسمنه والعسل هو نفس الفكره مستمر معانا. وبنتكلم على برضو فترة المماليك، احنا بنتكلم على ان الموضوع برضو كبر وفخم، وبقى برضو نفس الفكرة بيتعمل في العيد، وتحديدا العيد الصغير، وبيتوزع سواء كان بقى بيتوزع على الجنود، يعني الرؤساء بيوزعوهم على جنودهم او بيتوزع على الفقراء برضو علشان احتفالا بالعيد. فده نفس الفكرة، يعني زي ما بيحصل دلوقتي ان مثلا الشركات بتوزع على الموظفين كحك في العيد، فنفس الفكرة برضو كانت بتحصل في عصر المماليك. واحنا بنتكلم على مؤرخين كتير سردوا الكحك وعمال الكحك، وكان هو كموروث شعبي مصري، وبرضو الطريقة اللي كانت بتتعامل بيها الحكومات في الوقت ده، سواء كانوا بقى سلاطين مماليك او خلفاء فاطميين، نفس الفكرة. واحنا بنتكلم مثلا عن المقريزي، ابن اياس، احنا بنتكلم على ابن تغر البردي، احنا بنتكلم على السيوطي، مؤرخين كتير جدا. ثم ننتقل للعصر الحديث اللي بيكلمنا فيه الجبرتي برضو عن الكحك، وبيتكلم عن الكحك سواء بقى كان هنا بيربطه بان هو عادة فضلت مستمرة، المصريين فضلوا يعملوها رغم داس او المثل الحملة الفرنسية، لا احنا فضلنا بنعمله عادي، مفيش حاجة هزتنا خالص. وبيتكلم برضو على ان هو كان ربطه دايما بان لو في مشكله في الاقتصاد المصري دايما بتظهر لما يجي المصريين يعملوا الكحك، لان مثلا بيبقى في مشكله في مثلا دقيق، مثلا في مشكله في سمنه، في مشكله في سكر، ده كان بيأثر على ان المصريين ما يقدروش ان هم يعملوا الكحك. فده برضو بيقيسوا رخاء الاقتصاد، من المصري قادر ان هو يعمل الكحك او مش قادر ان هو يعمل الكحك. عادة فضلت مستمرة، وصفها كمان المستشرقين سواء كان ويليام لين او كان علماء الحملة الفرنسية اتكلموا برضو بالتفصيل عن الكحك. فبس كده، يعني اتمنى اكون سردت الموضوع بشكل سريع جدا، انا بكلمكم بسرعه جدا عن الكحك لان الموضوع يطول شرحه، تحديدا في ان هو عاده احنا بنتكلم مستمره بقالها الاف السنين. فبس كده، وكل سنه وحضراتكم طيبين.